النهارده 21 مايو، فيديو جديد من مضيف العلوم الى الغذاء. كوبايه شاي بالنعناع بتاعتك وتعالى. تخيل نفسك في القهوه بتطلب مشروبك المفضل وهو كوبايه شاي، فتلاقي القهوجي جاي عليك وبيقول لك اسفين يا استاذ اصلهم نادوا عليه بطلوه، ده انقرض حاجه تضايق مش كده؟ تخيل مشروبك المفضل اللي بيعدل مزاجك وكان معاك في اهم اوقاتك واصعبهم، في ليله الامتحان وقدام فيلمك المفضل ومع اصحابك على القهوه وقدام ايميلاتك اللي ما بتخلصش ويوم الجمعه مع التذكره المتاخره وكل يوم الصبح بعد الفطار يا جدع ده انت بتشوف اكتر من صحابك. الحقيقه ان شعور مخيب للامال لكنه ممكن يحصل فعلا، وخليني اوضح لك ليه. الشاي بمختلف انواعه بيستخلص غالبا من شجره اسمها شجره الشاي، واللي بتحتاج لفترات طويلة وكمان بتحتاج لمناخ بارد، وركز لي على مناخ بارد دي. وبسبب ارتفاع درجات الحرارة وتقلبات المناخ والجفاف بدأ يتأثر كميات الشاي أو الناتج بتاع الشاي، وتتأثر كمان كمياته، وبالتالي بقي مهدد بالانقراض. هو كيف بدأ الشاي أصلا؟ في سنة 2737 قبل الميلاد كانت أول كوباية شاي في التاريخ تتعمل، واتعملت بالصدفة لما في أحد الأيام كان في شخص من الأشخاص مستلقي تحت شجرة شاي برية صغيرة كده، وسقطت ورقة شاي ميتة بالغلط جوه الكوب بتاعه، فصنعت منقوع الشاي الأول على الإطلاق شكرا للصدفة. واخد الامبراطور منها رشفة بعد ما فتنته الريحة بتاعتها ولقاه انه مشروب منعش جدا. من هنا بدأت قصة مشروب الشاي. الحقيقة ان الروايات اختلفت حوالين نشأة الشاي واصله، او ايه هي اصلا القصة اللي خلتنا اكتشفنا المشروب او النبات الجميل قوي ده، لكن صدقني مش مهم، المهم ان احنا نشربه. واتر سورس. في الاخير خليني اقول لك، واحنا بنحتفل باليوم العالمي للشاي يوم 21 مايو من كل سنة، فكر في ازاي هيكون حالك من غير الشاي. اوكي هقولك، هتبقى زي ما انت كسول ومقريف مستني حاجة مش هتيجي ابدا. لذلك بنبهك تتصرف بمسؤولية وتنشر الوعي بين الناس عشان نحافظ على مشروبنا المفضل للابد. سلام. صحيح الفيديو كان المفروض ينزل يوم 21 وهو نزل 22، زقوا معايا اليوم.